بنرجع من تاني علشان نشوف مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي. وفي وسط مباريات الدوري وهي شغاله كده دور على مباراه فريق الزمالك هيلعب امتى. قال لك لا، ده الزمالك مباراته هتتاجل. طب ليه هتتاجل يا معلم؟ ما اعرفش والله، اتاجلت وخلاص. طب الاهلي بيتاجل له مباراه لان الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه وعنده مباراه مؤجله امام شباب بلوزداد هيلعبها النهارده كمان كام ساعه. فطبيعي جدا ان المباراه تتاجل وانه النهارده ما يلعبش في الدوري، ولكن يروح يلعب في دوري ابطال افريقيا المباراه المؤجله لانها مباراه مهمه جدا في بطوله مهمه. لكن انت كزمالك هل عندك مباراه مؤجله في الكونفدراليه؟ الاجابه لا. زي بيراميدز وفيوتشر كان يتاجلوا، لكن لقينا بيراميدز بتلعب عادي، فيوتشر بتلعب عادي، وانت كزمالك قاعد ما بتعملش اي حاجه. طب انت ليه ما بتلعبش في الدوري؟ ليه مباراه الزمالك في الدوري بتتاجل؟ قال لك لا عشان يبقى في تكافؤ فرص والاهلي مش عارف يتاجل له يبقى احنا كمان يتاجل لنا. ايه يا معلم الجو ده؟ ما ينفعش. طب ما هو لو كده بقى يبقى انت شوف بقى انبي اللي في الصداره بينافس، شوف زد اللي بينافس، شوف بيراميدز وفيوتشر بقى عشان تقول بقى تكافؤ فرص. طب احنا كزمالك في مركز ال 12، فين تكافؤ الفرص بقى اللي انت بتقول عليها ان لازم يبقى في تكافؤ فرص بين الاهلي والزمالك؟ فين يا معلم؟ ده انا في المركز ال 12. لو عاوز تعمل تكافؤ فرص بقى يبقى شوف الفرق اللي بتنافس مع الاهلي وقول لهم لا هنأجل لكم عشان ايه؟ في تكافؤ فرص. اللي بنعمله ده بصراحه خلطبيط على الاخر. كفايه عظمه لحد كده.